السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الكحك بتاع العيد اللي بيقعد بالشهر والاتنين، بيفضل بنفس الجوده ونفس الطعم، وهقول لكم ازاي تحتفظوا بيه الكحك باذن الله كمان. وهنعمله على طريقه جدتي، عملت معاكم قبل كده الكحك اللي هو فرن البوتاجاز، بيبقى كميات بسيطه، وكمان السمنه ما تبقاش مقدوحه، بتبقى يا دوبك السمنه مسيحه بس، بيبقى جميل جدا وكل حاجه. لكن ما بنحتفظش بيه مثلا لمدة شهر أو 2 أو 3، أو كمان ما ينفعش للعرايس. لكن لما احنا نكون هنعمل كحك يقعد مدة طويلة عندنا ومش عايزينه يبوظ معانا ويطلع نتيجة كويسة، يبقى هنعمله بالطريقة اللي أنا هقول لكم عليها دي النهاردة. ما شاء الله الحشوات بتاعتنا كلها جميلة، عاملينه بكام شكل مختلف كده. ده السادة، وكمان عملنا المحشي. أول حاجة كده أنا عندي هنا كيلو ونص من السمنة. أنا هعمل مقدار كيلو ونص من السمنة. السمنة بتاعتي ديت أنا جايبة سمنة الهانم، علشان سمنة الهانم بتتحمل درجة الحرارة، وانك تقدحيها مدة طويلة. هحطها على النار كده لمدة نص ساعة، وابدأ ما اول ما ابدأ الاقي كده بيطلع منها دخان بسيط قوي قوي كده، او ريحتها بتطلع، ببدأ اعجن حتة عجينة عبارة عن مية ودقيق، بتبقى يابسة شوية وسميكة، واحطها في العجينة بتاعتي في السمنة بتاعتي بالراحة خالص كده من الجنب. لو لقيت اللي قطعة العجينة دي غصت لتحت، تبقى السمنة لسه عايز تتقدح كمان شوية، اسيبها شويه، وبعدين ابدا برضو اكرر نفس الخطوه ديت. اعمل برضو حته العجينه ديت واحطها كده. عجينه بتبقى يابسه خالص، لو لقينها طلعت لفوق كده مره واحده ما نزلتش وغطت في السمنه، تبقى السمنه ديت خلاص اصبحت جاهزه معانا. بطفي عليها واسيبها بس لمده دقيقتين 3، على ما ابدا بس اعرف امسكها كده من على النار واشيلها. وعلى ما السمنه كانت بتاعتي قدحت، كانت بنتي بدات تكور لي الملبن بتاعي كده، حاطينها في طبق كده نقطتين من الزيت، وبعدين بدأت تاخد قطع الملبن كده بتكورها على ايديها وتحطها طبعا على قد حجم القرقوشة. انا عاملين هنا الملبنية دي حوالي 5 جرام، وعاملين قرقوشة حوالي 15 جرام، علشان خاطر تبقى الحشوة بتاعتنا مظبوطة، ما تبقاش الملبن كتير والعجينة شوية صغيرين. بعد كده بقى عندي هنا صابع من الخميرة حوالي 100 جرام، هحط عليه نص معلقة من الملح مش اكتر، وهحط لكل كيلو من كل كيلو من السمنة هحط 3 معالق من السكر. يبقى انا هحط هنا للكيلو ونص من السمنة 4 معالق ونص من السكر. ده المقدار المظبوط عشان يديك طعم كويس جدا. بعد كده بقى كنت انا خلت في طبق استانلس كبير او حلقه المونيا، ما ينفعش حاجه بلاستيك عشان السمنه بتاعتنا سخنه جدا. الدقيق بتاعي انا حطيت لكل كيلو من السمنه 2 كيلو وربع من الدقيق عشان تطلع معايا مظبوطه. انت عايزاها دايبه اكتر من كده بتعملي 2 كيلو، عايزاها اشلانه اكتر من كده ناشفه اكتر من كده بتحطي 2 كيلو ونص دقيق. لكن المقدار المظبوط اللي بعمل بيه كل سنه وبيطلع جميل جدا، لكل كيلو من السمنه 2 كيلو وربع من الدقيق. حطيت 2 كيلو وربع للكيلو الاولاني، ونص كيلو حطيت له كيلو توم. بعد بقى كده جبت شويه من السمسم رشيتهم على وش الدقيق، وبعدين بدات اكب السمنه كده بالراحه، مسكتها بقماشه تكون م- متينه شويه كده او فوطه كبيره، وبدات اكب السمنه شويه بشويه، وبنتي تقلب لي بالمعلقه السمنه ديت، علشان خاطر لو سبناها كده وركناها لحد ما تبرد السمنه بتاعتي هتحرق الدقيق اللي هي نزلت عليه. فاحنا بنحط حبه صغيرين شويه صغيرين بشويه صغيرين، ونقلب السمنه لحد ما تبدا تتقلب كلها وما يبقاش فيه اي اثر للدقيق زي ما انتوا شايفين كده. خدتها بره دلوقتي بقى تحت المروحه كده في الصاله، وبدات بقى اعملها لحد ما بدات درجه الحراره بتاعتها تبقى هاديه، واقدر ايدي تستحمل كده فيها. بدات بقى ابسها بايديا كده، علشان خاطر كل حبايه دقيق او بودره دقيق تبقى متغلفه بالسمنه بتاعتي وتبقى جميله جدا. بعد كده بقى جبت السكر والخميره والملح اللي انا كنت راكناهم مجهزاهم على جنب، بدات اضيف عليهم اللبن. انا ما ضفتش اللبن من الاول علشان خاطر ما يفعلش الخميره بتاعتي، وعلى ما ابدا اكورها واجهزها تخمر معايا بسرعه، لا، ده بنعملها اخر حاجه خالص بعد ما بنبس السمنه بالدقيق وكمان العجينه بتهدى، بنبدا نحط اللبن على الخميره. بعد كده بقى بدات احط الخميره بتاعتي، وبعدين احط اللبن بتاعي. بتحطي اللبن لحد ما اللبن ياخد المقدار ان انت تكوري الكوره كده، ما تفلقش معاكي. ما نحاولش نكتر اللبن، لان اللبن او السوائل من الحاجات اللي بتخلي القراقيش بتاعتنا ناشفه واشلانه مهما نحطت لها سمنه او زبده. يعني مثلا انا عندي هنا العجينه بتاعتي ديت خدت كيلو ونص من اللبن، بيرجع لحسب نوع الدقيق. لكن ممكن لو زودت اللبن اكتر من كده تفضل العجينه تاخد معاكي لبن، مفيش مشكله خالص، لكن هتبقى اشلانه وناشفه.
اما كور الكوره كده وبعدين اضغط عليها بايديا ملهاش عملت فلق من الجنب كده ولا اي حاجه، تبقى هي كده خلاص مظبوطه ومش محتاجه اي عجن مني ولا اي حاجه. وكمان احنا مش بنعجنها كتير علشان خاطر ما تربيش عرق معانا زي العيش. كورت بقى كده الكوره بتاعتي ديت حوالي 15 جرام. وبعدين بدات بقى اجيب الملبن اللي بنتي كانت مجهزاه واحطه كده في قلب الكوره بتاعت العجينه بالشكل اللي انتوا شفتوه. وبعدين بالمنقاش كده انقشها وهنعمل القراقيش المدوره كده. في طريقه تانية ان انت مثلا تعمليها بالبسطامه او تعمليها بمثلا ساده من غير اي حاجه خالص، طبعا على حسب ما انت بتعرفي تعمليها ازاي وعلى حسب ما انت المتاح عندك. دي شكل القروشه اهيت. وكمان طريقتها سهله جدا، بتحطي صباعك كده في قلب العجينه وبتلففي في ايديكي لحد ما تبقى عامله زي الام. وبعدين بتبداي تحطي الكره بتاعه الملبن وتقفلي عليها تاني من فوق كده زي القطايف كده، وبعدين بتكوريها تاني. بتطلع الحشوه معاكي ممتازه وما بتخرجش ابدا مهما انت سبتيها او استوت معاكي، ما بتخرجش. بحس ان في ناس كتير بتقولي لما بنعمل الملبن او الحشوه بتطلع من القرقوشه من الجنب، ده بيرجع علشان خاطر انت ما بتقفليش عليها كويس. هبدأ بقى اعمل الصاج كله ده بنفس الشكل كده علشان خاطر طبعا ياخد نفس درجة السوا. ما ينفعش مثلا نحط رقيق سادة على منين على رقيش من ديت، لا، علشان خاطر ما يحمرش معانا جزء والجزء التاني يبقى لا. هعمل معاك واحدة كمان بطريقة سهلة جدا. هنمسك العجينة كده نبططها على ايدينا وبعدين نحط فيها الملبنية وبعدين نلفها تاني ونقفل عليها. هتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده اول صاج احنا خدناه عملناه وخلصناه، ما خدش معانا اي وقت خالص، سهل وبسيط جدا. لو عملتيه بالطريقه دي باذن الله عمره ما هيفتح معاكي. بعد كده بقى انا حبيت اعمل شكل تاني على شكل الحجاب كده زي القطايف. بمسك الكره بتاعتي ببططها خالص، وبعدين ببدا اخد الملبنيه بتاعتي اطولها كده شويه كانت مدوره، اعملها زي الصباع كده. وبعدين ابدا احطها في قلب العجينه اللي انا عملتها شكل قطايف كده. وبعدين ابدا اقفل عليها، اتنيها كده نصين اتنين وبعدين اقفل عليها وبايديا كده اخد الطرف بتاعها واقفله بالراحه خالص. بيطلع معايا شكله زي ما انتم شايفين كده. معلش الكاميرا بعيده شويه لكن هو والله سهله جدا. بنقفل عليها كويس عشان ما تخرجش الحشوه منها لما تستوي، لان العجينه لما بتخمر بتبدا تفتح معانا. وبعدين بطرف ايدينا كده بنمسك العجينه طرف صغنن خالص وبعدين نتنيه لجوه، وبعدين ناخد الطرف اللي بعده ونتنيه لجوه لحد ما يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بننقشها بقى بالمنقاش. ما ينفعش نعمل ديت بالبصامه لانها مش مدوره وهتبوظ معانا لو عملناها بالبصامه بتاعه الكحك. وبعدين هنبدا بقى نحطها في الصاج ونخلص الصاج كله بنفس الشكل ونفس الطريقه. اعمل معاكم بقى شكل كمان. هنعمل النهارده المنين اللي محشي عجوه. هنبدا ناخد قطعه من العجين كده نكورها تبقى نكورها الاول وبعدين نبرمها كده لحد ما تبقى طويله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده زي الصباع الطويل كده. وبعدين هنبططها كده يبقى ارتفاعها حوالي اقل من نص سنتي. وبعدين هبدا بقى ناخد العجوه بتاعتنا ونعملها برضو رول كبير كده بس رفيع. السمك بتاعه كله ما بيبقاش القطر بتاع الدايره بتاعته، بيبقى كله حوالي نص سنتي بس. وبعدين بنبدا بقى ندخل نحط العجوه جوه العجينه وبعدين نجيب الطرف ده والطرف ده ونقفلها. وبعدين بنبدا نلفها تاني عشان نتحكم في القفل بتاعها ما يخليش في اي حاجه خالص مفتوحه منه. العجينه تبقى مبرومه كويس. وبعدين عندي هنا بوله كده فيها لبن بالفرشه، هبدا بقى ادهن وشها كده علشان خاطر يبقى بس ماده تثبت السمسم بتاعي. وبعدين هرش عليها سمسم واقطعه بالعجله او بالسكينه لو ما عندكيش عجله. هيطلع منين زي بتاع الافران بالظبط اللي احنا بنجيبه اللي هو محشي عجوه. طريقه سهله جدا. تقدري تستبدلي العجوه ده بملبن، تقدري تعملي نفس الطريقه بس تعمليها ساده زي ما انت عايزه. اعمل معاك واحد كمان. هنعمل دلوقتي برضو نفس العجينه نعملها نكورها كده لحد ما تبقى رول طويل. وبعدين نجيب العجوه اللي احنا عاملينها رول طويل ديت نبدا نبططها خالص لحد ما تبقى رقيق كده. وبعدين هنيجي على طرف العجين نص العجينه كده بس هنبدا نحط العجوه بتاعتي ديت لان احنا مش هنعملها بقى مدوره، هنعمل شكل تاني. بعد بقى مبططها كده اروح جايه حطاها على طرف العجينه. وبعدين امسك العجينه من الطرف اللي هو ساده ما فيهوش حشو اروح تانياه
على الطرف اللي فيه حشوة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بالراحة خالص، مفيش أي حاجة صعبة. طيب لو العجينة لزقت مني أرش رشة خفيفة كده من الدقيق على الطبلية أو على الترابيزة اللي أنا بعمل عليها، عشان تسهل معايا إن العجينة تخرج معايا لو أنا مش عارفة أتحكم فيها. بالعجلة كده هنشيل أي زوايد في الطرف التاني عشان يتساوى ويطلع معايا كويس بإذن الله، ونحاول نبططه كده يبقى كله مظبوط. وبعدين بالعجلة كده هبدأ بقى ادهن الاول. انا نسيت هنا وقطعت اتنين كده من غير ما ادهنهم اللبن والسمسم، بس افتكرت فدهنتهم عادي مفيش مشكله خالص. حطيت اللبن والسمسم دهنتهم بالفرشه، وبعدين رشيت السمسم، وبعدين قطعتهم زي سمبوكسات كده مثلثات، عجله ريحه وعجله راجعه، طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده شكل تاني من الاشكال اللي احنا عملناها بالحشوه باذن الله. هنعمل برضو الساده بنفس الطريقه، هنكوره وبعدين نبططه وبعدين نقطعه بالعجله، ما فيهوش حاجه دي خالص. بعد كده بقى العجينة اللي اتبقت معايا انا حبيت اعملها سادة، ساعات بنحب ناكلها كده بجبنة او كمان ناكلها بعسل، مفيش مشكلة خالص. فانا حبيت اعملها سادة من غير حشوة. فجبت بقى العجينة وصغرت القطعية بتاعتها شوية، خليتها بس مقدار كده حوالي 10 جرام علشان خاطر ما تبقاش كبيرة قوي زي اللي فيها الحشوة، لان احنا هنعملها فاضية من جوه ما فيهاش حشوة. هبدأ اكورها كده وبايدي هضغط بس ضغطة بسيطة خالص عشان ما تبقاش عاملة زي الكرة، تبقى بس بطه سنه بسيط جدا، ويبقى قلبها فاضي من جوه كمان مرتفعه وكويسه جدا. هبدا بقى اكورها وهرصها في الصاج كده على طول بنفس الشكل. ما ينفعش نحطها مثلا على صينيه او حاجه وبعدين نرجع ننقلها تاني في الصاجات اللي احنا هنخبز فيها، بتبقى العجينه بتاعتنا بتلزق في الصاج، والقاع بتاعها في الصينيه والقاع بتاعها بيبقى يتقطع كده. لا، لازم نعملها نرصها على طول في الحاجه اللي احنا هنبدا نخبز فيها على طول. هخلص بقى الكمية كده بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هنبدأ نوديها على طول الفرن. لو انت هتخبزيها بره في الفرن بتاع الفينو، او تقدري كمان تخبزيها في الفرن الغازي اللي احنا بنخبز فيه. الصاج بتاعي بياخد حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة على درجة حرارة هادية زي حرارة الكيكة كده، وبعدين بتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله الحشوة بتاعتنا جوه اهيت، اللون بتاعها ذهبي فاتح جميل جدا، وما شاء الله عليها دايبة اهيت خالص. وده الشكل الساده اللي انا عملته بس مصورتوش معاكم لانه سهل. وده شكل اللي هو سمبوكسات الحشوه بتاعتنا ما شاء الله عليها من الاول للاخر. ودي اللي محشيه ملبن، ما فيش ولا واحده فيهم طلعت الملبن. ما شاء الله النتيجه طالعه جميله جدا، والكحك ده تقدري تحتفظي بيه لمده شهر واتنين وتلاته. اتمنى تكون الطريقه النهارده بتاعتي الكحك بتاعتي عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. ما ننساش قبل ما نختم الفيديو بتاعنا ان احنا ندعي لاخواتنا الفلسطينيين ان ربنا ينصرهم كده ويقويهم يا رب ويصبرهم، وكمان ندعي في رمضان كده لبعضنا ان ربنا يا رب يثبتنا على الدين والايمان. اللهم امين يا رب العالمين. دمتم في رعايه الله وفضله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين.